ليه مصر مميزة دايما عن أي دولة تانية بجمال الأجواء فيها في شهر رمضان؟ ما الناس في كل الدول بتصوم وتفطر وتقيم العبادات، ولكن في مصر دايما في شيء مميز. في الفيديو ده مش هكون تقليدي واحكي لك فيه عن شكل الفوانيس والناس في الشارع، هحكي لك لما نزلت وسط الناس في الشارع عشان اعرف اجابة السؤال ده بنفسي. ليه اجواء رمضان في مصر اجمل من اي مكان تاني، او زي ما الجسمي قال رمضان في مصر حاجة تانية. ما تنساش تعمل سبسكرايب. فاهلا بيك من الخياميه، بحييك. اللي ورايا ده باب زويله وده جامع المؤيد شيخ. دلوقتي هنعدي البوابه ونطلع على الخياميه، نشوف اكبر منطقه فيها فوانيس وخيام وزينه لرمضان. الناس بتيجي من كل حته علشان تشتريها هنا في القاهره. انت هتكون ماشي عادي جدا في الشارع والشوارع فاضيه ومفيش اي حاجه، ولكن تاني يوم هتنزل نفس الشارع هتلاقي زينه رمضان في كل مكان. احنا فين؟ احنا في الخياميه او تحت الربع، مش بالظبط في الخياميه. الخياميه ورايا هنا، واللي على يميني هنا جامع المؤيد شيخ، وده الموسم الرمضاني اللي بيبدا كل سنه في نفس الوقت ده. صباح الفل. فوانيس واغاني ووحوي يا وحوي، وكل ما تبص لحد يبتسم لك ويقول لك كل سنه وانت طيب، رمضان كريم. وده مش معناه ان رمضان جه والصيام بدأ، احنا تقريبا هنبقى في نص شهر رجب، وهو ده الوقت اللي بيبدأ فيه الاحتفال بشهر رمضان. زحمه ودوشه موجوده في الشارع هنا في كل مكان، ولكن من النوع الحلو شويه اللي هتحبه، من الفايبس، الاغاني اللي شغاله، كل الدوشه دي بمناسبه دخول شهر رمضان. المفروض انه شهر مشقه وصوم وعباده، ولكن في مصر هتلاقي الوضع مختلف تماما، لان رمضان بالنسبه للمصريين حدث مهم، كرنفال، مهرجان، كنافه وقطايف ووحوي يا وحوي واغاني هنا وهنا وفوانيس وموائد رحمن وصوبيا وخروب. والتاريخ بيقول ان الاحتفالات دي اصلها من ايام الفاطميين. يعني مصر شهدت احتفالات ضخمه جدا ايام الفاطميين، لدرجه المؤرخين قالوا ان مصر لم تشهد احتفالات كاحتفالات القدماء المصريين او الفراعنه غير في العصر الفاطمي، وكان بقى بتشهد مد الاصمطه ومواد الطعام والقاء الحرير والذهب على الناس. كمان لما كان المصريين بيروحوا يشوفوا الهلال بتاع رمضان فوق جبل المقطم، كان بيطلع موكب كبير جدا فيه الخليفه وفيه الوزراء بتوعه وفيه كل الحاشيه، وكانوا بيطلعوا بفوانيس، وكان الطفل الصغير يطلع معاهم. الاطفال الصغيره كل طفل بقى ليه فانوس. عشان كده نلاقي ان مصر دايما مشهوره بالفوانيس دونا عن غيرها من اي مكان تاني. والفاطميين هي دولة شيعية إسماعيلية قدرت إن هي تسيطر على شمال إفريقيا وتيجي مصر سنة 969 ميلادي ويبنوا مدينة القاهرة، أكبر عواصم الشرق والعالم. ولكن كان في مشكلة صغيرة، الفاطميين مذهبهم شيعة والمصريين كانوا على المذهب السني، والفاطميين عشان يحببوا المصريين فيهم فكان الفاطميين بيهتموا بالمناسبات الدينية وبيعملوا فيها احتفالات كبيرة جدا، زي ليلة النص من شعبان وليلة الإسراء والمعراج، وطبعا الاحتفال بشهر رمضان. وبالمناسبة الاحتفالات دي مش هتشوفها غير موجودة هنا في مصر، بالأخص هنا في القاهرة. وزي ما بيقولوا إن رمضان دايما بيبدأ في القاهرة قبل أي مكان تاني. يعني احنا لسه في شعبان، معرفش الفيديو ده هينزل امتى في رمضان ولا هينزل امتى، بس احنا لسه في شعبان وبدأ الموسم بتاع الاحتفالات برمضان. اللي جنبي دي وكالة السكرية. هو انا صورت بالنهار بصراحة، يعني هتلاقوا في الفيديو فيه لقطات بالنهار، والليل دخل علينا فانا لسه بقى ايه بصور لغاية دلوقتي، عشان هتلاقوا صور بالنهار وصور بالليل، بس هي كلها في نفس اليوم يعني.
وانتشرت فوانيس رمضان لسبب مهم جدا، ان بعد الجيش الفاطمي ما قدر انه يأسس مدينة القاهرة، جه المعز لدين الله الفاطمي لمصر ودخلها في شهر رمضان، واهل القاهرة استقبلوا الخليفة المعز لدين الله الفاطمي بالفوانيس. لان الظاهره دي ظهرت من ايام المعز لدين الله الفاطمي، لما جه مصر المصريين طلعوا واستقبلوه بالفوانيس. الله عليك. مولد ومهرجان جميل جدا. كل سنه وانت طيب. وحتى الخليفة وهو رايح علشان يستطلع هلال شهر رمضان كان بيسير في موكب كبير، هو والأطفال والشعب وكبار الشخصيات. طبعا كانوا بيروحوا بالليل وبيحملوا معاهم فوانيس. فوانيس رمضان منتشرة هنا في كل مكان كالعادة في كل سنة. أحسن كواليتي، أفضل سعر، هتيجي هنا تشتري حاجتك وزينة رمضان. ولغاية النهاردة بعد تقريبا 1000 سنة يفضل المصريين لسه بيحتفلوا بشهر رمضان، ويبقى رمضان في مصر حاجة تانية. هنا قدامنا كده درة تفاح، حته جميله جدا. يلا نخش ده، نخش درة التفاح. مكان يتصور ان هو مكان كان بيتم فيه بيع الفاكهه، والمقيس ان هنا كانت رائحه الجنه، لان كان فيه طبعا ريحه الفواكه، البرتقال والموز والفراوله. المكان هنا يعتبر من اقدم الاماكن اللي موجوده في القاهره التاريخيه. احلى عسليه في مصر بتاعت ابو العينين، وانا من البلد دي الخياميه، وبقول كل سنه وانتم طيبين ويجعل رمضان سعيد علينا. وانا ببيع العسليه عشان اخواتي اللي فاتحين بتاع الفوانيس، عشان انا لازم اقف جنبهم وهم اخواتي، وانا اتشرف بالبلد دي الغوريه، بوابه المتولي، البطليه، ارض الروم، المغربلين، باب الخلق، باب الوزير، بلدنا ده الغربيه، وانا اتشرف بيكم ونورتونا يا ابويا. كان دايما بيكون عندي سؤال، هو ليه المصريين بس اللي عندهم فوانيس رمضان؟ ليه؟ السؤال غريب صح؟ قولي لي في الكومنتات يعني ليه فكرة ان المصريين بس اللي عندهم الاحتفال بالزينة بتاعت رمضان؟ انا اعرف ناس كتير حتى بتيجي من بره مصر علشان تشتري الزينة من هنا، من مصر. منطقة الخيامية نفسها اتبنت في العصر العثماني، اللي بناها واحد اسمه رضوان بيك الفقاري، كان راجل أمير أيام العثمانيين، وبناها عشان تكون امتداد لسوق القاهرة. سوق القاهرة كان واحد من أكبر الأسواق الموجودة في الشرق الأوسط، كان المؤرخين بيقولوا إن يومياً بتترمي فيه 1000 دينار من الزبائن، الزبالة بتاعته بس تساوي 1000 دينار، فتخيل كان شكله عامل إزاي. وسط الحواري والبيوت والجوامع القديمة دي في حكايات كتير قوي، وعشان كده أنا لسه مكمل في رحلتي لغاية ما لا نهاية تقريبا، لأن كل يوم بستكشف مكان جديد ورحلة جديدة. وعشان ما أحسش بالوحدة في الرحلة دي، لأن معروف إن أي رحلة لوحدك هتكون مملة، فيهمني جدا إنك تشاركني في الرحلة واكتب لي رأيك وحسسني إنك دايما معايا، وما تنساش تعمل سبسكرايب، وأشوفك الفيديو الجاي. سلام.